الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم صل عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأزواجهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل ثواب هذه الختمة العربية الميمونة المشرفة المكرمة وما أضيف إليها من أسمائك الحسنى وذكرك الأسنى ومدحك ومدح نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة في شرفه وعلو درجته، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح أهل بيت النبوة الطاهرين، وإلى أرواح الصحابة أجمعين، خصوصا أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وإلى أرواح التابعين وتابع التابعين، وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم ومقلدي فقههم إلى يوم الدين، وإلى أرواح العلماء العاملين والقراء والفقهاء والمحدثين وحملة كتاب الله أجمعين، وإلى أرواح أولياء الله والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا سادات مشايخ طريقتنا النقشبندية والمجددية قدسنا الله تعالى بأسرارهم، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنزل علينا وعليهم في هذه الساعة رحمة وضياء ونورا وبركة وسرورا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لنا إذا متنا وعدنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لنا إذا متنا وعدنا إليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ولا تدع اللهم فينا ولا حوالينا، ولا تدع اللهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين المنعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين
الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم فكما بلغتنا خاتمته وعلمتنا تلاوته وفضلتنا بدينك على جميع الأمم وخصصتنا بكل فضل وكرم وجعلت هدايتنا بالنبي الطاهر النسب الكريم الحسب سيد العجم والعرب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فنسألك اللهم ببلاغه وقربه منك وجاهه المقبول لديك وحقه الذي لا يخيب من توسل به إليك أن تجعل القرآن العظيم لنا إلى كل خير قائدا وعن كل سوء زائدا وإلى حضرتك وجنة الخلد وافدا وإلى حضرتك وجنة الخلد وافدا. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين وبه عاملين وللنعماء شاكرين وفي الضراء صابرين وللفرائض معدين وبالآثار للنبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين وعن المسألة للغير مستغنين وبفضلك وجودك وكرمك يا رب مكتفين وبالأعمال مخلصين وبالإنابة مخبتين وبآلائك موقنين وإلى الإخوان محسنين وفي الزلازل متوقرين وفي مجالس الذكر حاضرين وبالطاعات آمرين وعن المعاصي زاجرين وبالقسط قائمين وبالنهار صائمين وبالليل قائمين وبالإقبال ذائبين ومن الخوف ذائبين ومن الشوق هائبين وعلى مد الصراط جائزين وعن النيران حائدين وبالجنان فائزين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين. اللهم اقطع به عنا جميع العلائق، اللهم اقطع به عنا جميع العلائق وآمنا به من جميع البوائق واستر به عوراتنا وآمن به روعاتنا وأقر به قرارنا واعمر به ديارنا واقض به أوطارنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وأجزل به أجورنا وأصلح به ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا به يا الله على من ظلمنا وانصرنا به يا الله على من ظلمنا. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وبنبيك صلى الله عليه وسلم نتشفع فأقبلنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته إلا وقد غفرت ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أخذته ولا صديقا إلا رحمته وكافيته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها بمنك وكرمك يا رب العالمين. أمرتنا يا مولانا بالدعاء دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. أمرتنا يا مولانا بالدعاء دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا واختم بالصالحات أعمالنا. نرجو غناك لفقر
نرجو غناك لفقرنا، نرجو غناك لفقرنا، ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا. إن حاسبتنا فلا حجة لنا، وإن عذبتنا فلا طاقة لنا، وإن عفوت عنا فحلمك يسعنا يا واسع المغفرة يا جابر القلوب المنكسرة. ما للعبد إلا مولاه، ما للعبد إلا مولاه، ما للعبد يا مولاه، ما للعبد إلا مولاه. يا مولانا، يا مولانا اعف عنا عفوا شاملا، يا مولانا اعف عنا عفوا شاملا، يا مولانا اعف عنا عفوا شاملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا، والزارعين الخير فينا ومن يلوذ بنا، واجمع اللهم لنا، واجمع اللهم لنا ما بين خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. واجعل اللهم آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنية شهادة أن لا إله إلا الله، وبالإقرار أن محمدا رسول الله، لا فاتنين ولا مفتولين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا ضالين ولا مضلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأزكى الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والخلق العظيم، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم. مبارك مبارك مبارك. ايش بدك؟ ايش بدك؟ قلت لك